بسم الله الرحمن الرحيم. الحدث مباراة الذهاب في دور 32 لدوري أبطال الأفريقي. الفريقان ريكير باتيفو الأنجولي والأهلي المصري. التاريخ 12/3/2016. النتيجة 0-0. الملعب أنجولا. وإليكم التحليل. الأهلي لعب مباراة جيدة كان ينقصها الأهداف وكان الأخطر في كل خطوطه. فالدفاع لم يصل الفريق الأنجولي لمرمى أحمد عادل عبد المنعم إلا قليلا. وخط الوسط كان حائط صد ومبطل مفعول الهجمات الأنجولية مبكرا. أيضا كان ممول جيد لخط الهجوم، لذا لم يدخل مرمى الأهلي أهداف بتعاون واضح وتركيز بين خطي الدفاع والوسط. لكن يبقى الحال على ما هو عليه وهو 0-0. أما عن خط الهجوم فقد لعب مباراة جيدة وكان ينقصه فقط تسجيل هدف أو هدفان من تلك الفرص الكثيرة التي أتيحت له. إذا لماذا لم يسجل خط الهجوم؟ الأهلي كان ينقصه رأس حربة ثاني على حساب أحد صناع الألعاب، فتلك الهجمة خير شاهد. فقد بدأت بأربعة لاعبين للأهلي، عبد الله السعيد يلعبها في اليمين لمؤمن زكريا وإيفونا ورمضان صبحي على 5 مدافعين من أنجولا، وجاء محمد هاني لاعب الطرف الأيمن ليساند مؤمن زكريا وقد نجح. ومع مرور اللحظات سنجد كل لاعب يسرع إلى مركزه ليؤمنه، فلاعبي دفاع أنجولا كلا أخذ مكانه، ولاعبي الهجوم الأهلي كلا أخذ دوره، بمعنى أن إيفونا أسرع إلى أقرب نقطة من المرمى ليس التسلل، بحكم أنه رأس حربة ووظيفته الرئيسية تسجيل الأهداف. ومؤمن زكريا هو من جري على الكرة جهة اليمين ليلعبها، يبقى عبد الله السعيد ورمضان صبحي المتواجدين بالفعل مع الهجمة، إلا أن طبيعة حال مركزهم وهم صناع ألعاب تراجع كثيرا ليقف الاثنان معا على خط ال 18 ويترك إيفونا وحده وسط الأربعة مدافعين في ال6 ياردة. فإذا كان رأس حربة ثاني بدلا من الاثنان صناع الألعاب لفعل مثل ما فعل إيفونا وجري على أقرب نقطة للمرمى، ولكان لنا تواجد كثيف في منطقة الخطورة في وقت الخطورة. فهنا الصفات اختلفت بين رأس الحربة وصانع الألعاب. قد يتفق أنهما في خط الهجوم ويسجلا أهداف، لكن يختلف في تكوين شخصية كل لاعب بمهام مركزه، وهذه الصورة تؤكد ما نقول. لا أعلم لماذا يصر الأهلي على اللعب ب3 صناع ألعاب ورأس حربة وحيد. أرى أن اللعب برأس حربة وحيد هو ظلم للاعب، وظلم لخط الهجوم، وظلم للفريق، وظلم للاعب الذي يجلس احتياطي دون أن نستغل خطورته ومهارته، ونحن نمتلك وفرة في رؤوس الحربة. نذهب لنقطة أخرى كانت تميز العبقري مانويل جوزيه. كان إن أراد استبدال لاعب بلاعب آخر في نفس المركز كان يفعلها، ولكن بعد حركة ماكرة، بمعنى كان إن أراد خروج عماد متعب ونزول فلافيو فكلاهما رأس حربة، ومن الطبيعي أن يسحب هذا وينزل ذاك، لكنه كان ماكرا. كان يسحب لاعب من صانع الألعاب أبو تريكة على سبيل المثال وينزل فلافيو بجوار متعب ليربك حسابات الخصم لمدة 10 دقائق أو يزيد، وبعد إن أراد فيسحب رأس الحربة المتواجد من بداية المباراة وينزل بلاعب نصف ملعب ليغلق الدفاعات. لذلك صنع تاريخ كبير في مدة وجيزة، وهذا الفرق بينه وبين غيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.